اشترك في قناة نبض ديزاد وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. توفي اليوم السبت مسؤول جزائري معروف بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بينما كان يتفقد ضحايا الحرائق. وقبل الخوض في التفاصيل يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. توفي اليوم السبت المسؤول الأول ورئيس بلدية عين الترك بولاية البويرة بعد وعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى. وقال مقربون أن رئيس البلدية والمدعو عمر معاش كان في زيارة لأحد المتضررين من الحرائق بقرية عين عثمان بغرض مساعدته ليخر فجأة فاقدا للوعي، وهذا في حدود الساعة 9:30 صباحا أين نقل للمستشفى، ولكن قدر الله وما شاء فعل وتوفي هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون.